بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه ألف صلاة وسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله يا ربي الفيديو تاع اليوم يلقاكم بأتم الصحة والعافية وتكونوا كما لاباس. اليوم إن شاء الله سلطانة الغاليات متتبعة الأوفياء راح نحضروا مملحة رائعة جدا على شكل شاورما بطريقة مبسطة وكذلك تجيكم بنينة بزاف. ما عليكم غير تجربوا الوصفة وتتبعوها من الأول حتى للأخير، وما تنسوش فضلا وليس أمرا الضغط على الجرس والاشتراك باش يلحقكم كل جديد. سلطانة الحلويات والبرستيج. وقبل ما نبداو الوصفة تاعنا ما نساوش نصلي وسلموا على سيدنا محمد عليه ألف صلاة وسلام. ولا يحلو الكلام إلا بذكرك يا حبيب الله. وكما قلت لكم منكر لكم وصفة رائعة جدا في قناتي الأولى ووصلت تقريبا نصف مليون مشاهدة. نتمنى حتى اليوم إن شاء الله تبعوا الوصفة وما تنسوش دائما تشجعوني. على بركة الله إن شاء الله راح نبدأ طريقة التحضير والمكونات. مكونات الوصفة هي كالآتي: عندنا دبشة مقطعة، كذلك نصف حبة بصلة و4 فصوص ثوم، كذلك عندي لهنايا تقدروا ديروا واحد سكالوب أو نصف سكالوب تقطعوه مكعبات، بطاطا مقلية. ثم أكيد تعرفوا كيفاش تقليوا البطاطا نتاعكم. أولا واش راح نديروا يا البنات، لهنا عندنا إكليل الجبل الرند، كذلك راس الحانوت، وكذلك التوابل الخاصة بالشاورما، فلفل أسود، وكذلك الكركم أو العرق الأصفر. راح نجيب مقلاة نحط فيها زيت الزيتون، أنا هنا خدمت بزيت الزيتون، تقدروا نتوما تخدموا بزيت المائدة عادية كما راكم تشوفوا. حطيت لهنايا السكالوب نتاعنا أو صدر الدجاج اللي كنت قطعته مكعبات، نبقى لهنايا نقليه شوية أو نحمره شوية حتى يتبدل اللون تاعو بهذا الشكل هذا. نستمر في التحريك وما نساش كذلك الرشه نتاع الملح. كاين لهنايا البنات اللي يستغني عن الرشه نتاع الملح ويدير وحده تاع جامبو، لكن انا لهنا كما قلت لكم اختاريت اني ندير توابل الشاورما. لهنا نضيف عليهم غير على راس الملعقه الكبيره زبده او لابيل كما تحبوا يا البنات، وتبقاو لهنايا تحركوا مليح. تضيفوا لها لهنايا كليل الجبل يعني وحده نتاع رند، وكذلك التوابل كزبر، التوابل الخاصة بالشاورما، فلفل أسود، وكذلك الكركم. تخلطوهم بالشكل هذا، وتقدروا تضيفوا ملعقة أو على نصف ملعقة عفوا راس الحانوت. لهنا التوابل اللي عندك حطيهم، تبقاو تحركوا بالشكل هذا حتى تتبلوا او تشموا الرائحه رائعه جدا تاع التوابل، يعني الرائعه والمتميزه. لهنا كلي الجبل يبقى اختياري، لهنا تحطوا نصف يعني حبه تاع بصله، وكذلك قلت لكم من 3 إلى 4 فصوص نتاع ثوم مقطعين بالشكل هذا. حطوهم يتقلاو مليح مليح مع لهنا صدر الدجاج اللي كنا كما قلت لكم مسبقا قطعناه مكعبات. نستمر أنا في التحريك بالشكل هذا حتى تحسوا باللي البصل تاعكم مذبل وخذا اللون نتاع التوابل نتاعنا كما راكم تشوفوا. لهنا خدمناه بالشكل هذا باش يعطينا طعم نتاع الشاورما. لهنا كإضافة رائعة جدا نتمنى حتى نتوما تضيفوها الدبشة والكزبرة الخضراء اللي كنتوا قطعتوها، تضيفوها بالشكل هذا في الدجاج نتاعكم حتى يتبل ويعطيكم طعم متميز. صدقوني لازم تتبعوا الوصفة نتاعنا. لهنا ضفت لها البشاميل اللي كنت خدمته بإذن الله تعالى نحط لكم الوصفة. 3 ملاعق نتاع دقيق، ملعقتين نتاع زبدة تكرمليهم أو طيبيهم شويه وتضيفي لهم الحليب غير بشوي بشوي، وملعقه كبيره تاع الجبن او الفرماج، وتحطيهم بالشكل هذا حتى يعني تتحصلوا على كريمه رائعه جدا. لهنا نجيب الخبز الخاص بالشاورما، نحط لهنايا ندهن اولا بالجبن، ثم نضيف صدر الدجاج اللي كنا حاطينه مسبقا ليجي ذوقه كذوق الشاورما. نضيف الكزبره الخضراء اللي هي دبشه، كذلك نضيف لهنايا اي جبن عندك يعني فرماج روج ولا موتزاريلا ولا اي شيدر ولا اي حاجه عندك حطيها. تضيفي كذلك لهنا البطاطا المقليه، لانه هاد الاجبان هادو كي يذوبوا يجيو هايلين هايلين بزاف بزاف، خلاص يجيو يعني كريميين ويعطيكم ذوق متميز للشاورما نتاعكم الرائعه جدا. لهنا نضيفوا حبات نتاع البطاطا يعني حسب الكميه اللي تحبوها واللي تفضلوها. من بعد تغلقوا على الشكل يعني مثلث بالشكل هذا، تحطوا جانب وتغلقوا بالجانب الآخر. تحبوا تدهنوه إما بالجبن ولا ديروا البيض كما تحبوا، يعني يبقى الاختيار ليكم. ثم تضغطوا بالشكل هذا، تحطوه في مقلاة ولا في بلا
وتحطوا الورق الزبدي، ثم تحطوا الحبات نتاعكم نتاع الشاورما المثلثية الرائعة جدا. شوفوا لهنا درت جبن، الجبن الطلاء يعني، وحطيت دبشة اللي هي كزبرة الخضراء، وكذلك حطيت صدر الدجاج اللي كنت مسبقا خدمته بطريقة كريمية رائعة جدا لهنا كما قلت لكم. وحطيت لهنا الجبن كما قلت لكم. صلصة البشاميل تحطي ملعقتين نتاع زبدة في كاسرون وتضيفي عليهم 3 ملاعق نتاع فارينة يعني حتى يندمجوا. من بعد ضيفي الحليب غير شوي بالتدريج حتى تتحصلي على كريمة. قبل الكريمة هذيك ما تعقد انتيا حطي ملعقة كبيرة نتاع الجبن، وكذلك غير رشة فقط نتاع الملح. شوفوا كيفاه خلقتها يعني تجيكم رائعة جدا. واللي باغية تدوزي يعني الجبن تدوزي على روحها تحطيهم بالشكل هذا. شوفوا كيفاه جا شكلهم رائع جدا، وطريقة التحضير نتاعهم سهلة جدا وبسيطة يعني بدون ما تستعملي الآلة أو الأداة الخاصة بالشاورما. لهنا تدهنيهم بالبيض ثم تديري لهم الخبز يعني المرحي بالشكل هذا، والجبن يعني تزيين، وطريقة التزيين تبقى اختيارية. وحطيتهم فوق الفور يعني حمرتهم غير من الأسفل وزدت لهم تحميرة من الفوق. وشوفوا كيفاه جاو يعني كل شراب طيب يا البنات. بقات غير التحميرة نتاع الخبز فقط. كما قلت لكم ديروا البيض ثم الخبز اللي يكون مرحي، ومن بعد ضيفوا لهم الجبن من الفوق وكذلك شوية نتاع الكزبرة الخضراء أو الدبشة، وتتحصلوا على هذه النتيجة الرائعة جدا. يجيكم رائع بزاف خلاص. والكمية كما راكم تشوفوا غير نصف فقط رغيف وانتم تحصلتوا على هذه الشاورما الرائعة جدا. يعني من هذا الخليط هذا انا خدمت كذلك الشاورما نتاع البرة، جات هايلة بزاف خلاص. شوفوا نتمنى تجربوا الوصفة وما تبخلوش علينا بجاب كومنتار والضغط على الجرس والاشتراك باش يحقكم كل جديد. شوفوا كيفاه جات رائعة كريمية ذات مذاق متميز وكذلك طريقة مبسطة. إذا لحقتوا لهنا ما تنساوش تصلوا وتسلموا على سيدنا محمد عليه ألف صلاة وسلام. شوفوا الشاورما هذيك اللي خدمتها كذلك عندي مقلاة يعني ضغطتها في المقلاة وقلبتها حتى تحصلت على هذا الشكل الرائع جدا. صدقوني وصفة رائعة جدا لازم عليكم تجربوها وتجربوا جميع الوصفات. وما تنسوش دائما تشجعوني جنب كومنتير ودائما تبارطاجيو الفيديو مع الأهل والأصدقاء باش يلحقكم كل جديد. سلطانة الحلويات والبريستيج وصفة رائعة جدا نتمنى تعجبكم ونقولكم إن شاء الله مشاهدة طيبة وإلى الملتقى مع وصفات جديدة لسلطانة الحلويات والبريستيج. إن شاء الله يا ربي نتلاقاو في ساعة خير من هذه ورمضان كريم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.